يا صباح الورد أو مساء الورد على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل حاجة تشرف العزومات حرفيا، وكمان تنفع خالص في عزومات رمضان. كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة هنعمل الفخدة الضاني، نعملها بطريقة حلوة خالص في الفرن وهتطلع معانا دايبة وزي الفل. مبدئيا علشان نشتغل صح وتطلع معانا حلوة، لازم تكون طالعة من الفريزر من قبلها بليلة، علشان تكون فكة 1000000% من التلج اللي فيها، وينفع ان احنا نشتغل عليها. اول ما جبنا الفخدة بالشكل ده وسبناها فكت وتمام، وبسن السكينة كده اعمل لها شوية فتحات حلوين، واحشي فيهم توم فريش بالشكل ده. طبعا انا غسلها كويس خالص خالص وهي زي الفل. طبعا ده الورك مش كامل، يعني ده اللي هو زي الدبوس بتاع الخروف. بس بعد ما حطينا فيها التوم، هجيب الطبق بتاعنا نعمل التتبيلة الخطيرة السحرية اللي ملهاش مثيل في الدنيا. هنا حطيت ملح وفلفل والجوز الطيب وبابريكا والسبع بهارات ونص كوباية زيت. طبعا كل التوابل دي من كل الملح او الفلفل او البابريكا نص معلقة مش معلقة كاملة، علشان ما تطلعش اللحمة معانا مالحة وكده ما نقدرش ناكلها. لكن نص معلقة حلو خالص. السبع بهارات يعني ربع معلقة. جوز الطيب كده رشة خفيفة علشان بتكون ريحتها قوية. بعد ما قلبنا كل التوابل بتاعتنا كده في الزيت، بنزلهم كده على اللحمة وادهن اللحمة كويس خالص من كل ناحية، واسيبها كده نص ساعة لحد ما تتشرب من كل التتبيلة قبل ما ادخلها الفرن. بعد ما تبلناها بالشكل ده وخلاص عدى من الزمن نص ساعة، جبنا الصينية اللي هتدخل بيها الفرن. هنا حطينا شوية مية وحطيت ورق لوري وحبهان وفلفل اسود وكزبرة كده، يعني بطعم المية اللي هتطلع على اللحمة كبخار يعني. بنزل الشبكة على الصينية واحط عليها اللحمة، وشوية من التتبيلة اللي احنا عملناها الفضل في الصينية بنزلهم برضو على اللحمة كمان. هيبقى كده المية حطينا فيها التوابل بتاعتنا، وكمان فيها شوية من الصوص التتبيلة اللي احنا عملناه. بس بغطي اللحمة بورق الزبدة، وبعد كده بغلفها بالفويل كويس خالص خالص، وادخلها الفرن درجة حرارة عالية لمدة ساعتين ونص على الأقل. يعني بعد ساعتين ونص نفتح نشوفها استوت ولا لأ. وكمان بنحطها في الرف في النص. بعد الساعتين ونص، أو كانت اللحمة مثلا بتاعتكم أقل من دي شوية، يعني على ساعتين نفتح ونشوفها كانت مستوية. نفتح الكفر اللي احنا عملناه الفويل، ونسيبها تحت الشواية كده 5 دقايق. هنا كنت كمان عاملة ممبار جنبيها عشان نزين بيها الصينية، وكمان عاملة رز بالزعفران. طبعا الرز بالزعفران عملته معاكم اكتر من مرة، وكمان الممبار لسه عاملاه من كام يوم. فلو حابين ان انا اصوره لكم كمان مرة بالتفصيل اتس فاين معايا ان انا عامله، ما فيش مشاكل. بس عرفوني في الكومنتات. هنا كنت خلصت الرز بالزعفران. طبعا انا عملت الرز قبل اللحمة ما تطلع بنص ساعة، يعني بعد حوالي ساعتين من دخول اللحمة الفرن.
هنا كان كل الاكل استوى وتمام. فرشنا الرز بتاعنا، القمر طالع بالحبة يعني بالواحدة. وننزل عليها الفخدة القمر دي، تحفة فنية يعني. وازين بالممبار بالشكل ده، تحفة 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 يعني. عايزاكم تعرفوني اخد كم من 10 على الاكلة الحلوة دي. بس اتمنى تكون الوصفة عجبتكم واستفدتوا منها. ولو عندكم اي وصفات عايزين نعملها لكم ياريت تعرفوني في الكومنتات. ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد. See you. باي باي.